سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى لكم فرحانين وبصحه مزيانه. فيديو اليوم غادي نهضروا فيه على كيفاش تكون عندك بشره صحيه وصافيه بحوايج اللي في المتناول. هذا الفيديو غادي يكون مقسم من 3 ديال الاجزاء. الجزء الاول غادي نهضروا فيه على النظافه ديال البشره، حيت بزاف ديال الناس ما عارفينش بلي راه بشره نقيه كتساوي بشره صافيه، وغادي نقول لك شنو هما الحوايج اللي كديريهم بلا ما كتحسي اللي كيخرجوا لك الحبوب. ثاني حاجه ولا الجزء الثاني غادي نهضروا فيه على المنتجات اللي خاصك تستعمليهم، وغادي نعطيكم وصفات طبيعيه اللي فعالين 100% واللي انا مجرباهم. الجزء الثالث غادي نهضروا فيه على التغذيه، شنو هما الحوايج اللي تاكليهم وشنو هما الحوايج اللي تجنبيهم باش تكون عندك بشره زوينه. يعني من الاخر هذا الفيديو غادي يكون دليل شامل باش تكون عندك بشره صحيه وزوينه. اول حاجه قلنا غادي نبداو بها هي النظافه ديال البشره، وقلنا بلي راه كاينين بزاف ديال الحوايج غادي خاصك تردي ليهم البال. اهمهم انك ما عمرك ما تقيسي وجهك بايديك وانت ما متاكداش بلي راهم نقيين، خصوصا ملي كتكوني على برا. ما كتقيسيش وجهك نهائيا بيديك وما كتخلي حتى شي واحد يقيس لك وجهك بيديه. ثاني حاجه هي لي بروس ديال الميك اب، كنغسلوهم من بعد ماكسيموم 3 ديال الاستعمالات، خصوصا لي بروس اللي كتستخدميهم للوجه، حيت هذيك البكتيريا اللي كتبقى تراكم كدير لك بزاف ديال المشاكل والحبوب في البشره ديالك. ثالث حاجه هي الاغشيه ديال المخده، من بعد يومين خاصك ضروري تبدلي الغشاء ديال المخده، حيت كيبقاو فيه تراكمات ديال لي برودوي اللي كديرهم في شعرك، العرق وبزاف ديال الحوايج اللي ما غاديش تبغيني نقولهم لك في هذا الفيديو. فمن الاحسن كل يومين بدلي الاغشيه ديال المخده. رابع حاجه، الا كنتي كتستعملي فون دو تاع يوميا غادي خاصك تراجعي راسك وتحاولي انك تبدليه ببيبي كريم ولا بونتي سيرن، حيت فون دو تاع ثقيل ويوميا لي بور غادي تسدوا لك، وملي لي بور كيتسدوا كيديروا لينا الحبوب، كيديروا لينا لاكني. فحاولي انك تبدلي الفون دو تان بانك ديري اونتي سيرن ولا بيبي كريم ولا شي حاجه خفيفه، وحاولي انك ما تبقايش ديري بزاف ديال الميك اب، خصوصا الا كنتي كتمشي بيه الخدمه ولا المدرسه، حيتاش بزاف ديال الميك اب كيسد لي بور. ما تحاوليش تلعبي في شي حبوبه بايديك، ونيفر ايفر تنعسي بالميك اب. ماشي سوقي الا تقاد لك ديماكيون، ماشي سوقي الا كاين البرد خدي كريم وخدي كوتون ديسك ومسحي الميك اب عاد باش نعسي. المهم ما تنعسيش بالميك اب ديالك تحت اي ظرف كيف ما بغى يكون. وتعلموا انكم تغسلوا وجهكم، بزاف البنات كيغسلوا وجههم بطريقه غلط. ملي كتبغي تغسلي وجهك كتاخدي الجيل في ايديك اللي كيكونوا نقيين، كترغويه فيهم، كتحطيه على وجهك اللي كتكوني ديجا فزكتيه بالماء، كتماسيه مزيان في وجهك، كتسناي شويه عاد باش كتغسليه. تقدري تغسلي سنانك عاد باش ترجعي ليه تغسليه، بحال هكا كتكوني متاكده بلي راه وجهك تغسل مزيان. وحاجه اخرى، بلاصه الفوطات اللي كيكونوا كتبقاو تستعملوهم بزاف المرات، من الاحسن انه يكون عندك لانجيت ولا يكون عندك كلينكس جوتابل تبقاي تنشفي به وجهك، تحيدي منه داك الماء وكتلوحيه، بحال هكا كتضمني بلي راه ما غاديش تلصقي شي بكتيريا في وجهك. البنات اللي كيغسلوا وجههم مره واحده في النهار، حيت كيقول لك هذوك الدهون ديال الوجه مزيانين، اوكي انت حره، ولكن مع الصباح ملي تفيقي حاولي خدي شويه القطن ديري فيه ماء ورد ولا ديري فيه اي طونر عندك ودوزي به على وجهك ورطبيه، وديري ليكرون ديالك، حيتاش ما يمكنش تخرجي على برا ولا تمشي للمدرسه ولا تمشي للخدمه بوجهك فيه العرق ديال الليل وفيه الاوساخ اللي تراكموا من المخده وبزاف ديال الحوايج كنديروهم بالليل بلا ما كنحسوا. فحاولي انك تنقي وجهك ولو غير بالماء ورد الا كنتي خفتي انه ينشف، ورطبيه وديري ليكرون ديالك وسيري الخدمه ديالك، وفي العشيه عاد غسليه. ديجا الا كانوا عندك هاد الحوايج هادو في الروتين ديالك غادي تكوني تجنبتي بزاف ديال الحبوب اللي كيكون جاي من النظافه وان لي بور ديالنا كيتسدوا. فالنظافه شي حاجه اللي ضروريه باش تكون عندك بشره صافيه، وحتى الا خرج لك الحبوب كتكوني متاكده بلي راه ما جايش من المخده ولا جاي من ايديك قصتي بهم وجهك ولا ما جايش من الميك اب اللي بقيتي بيه، كتكوني بعدا ضامنه هاد القضيه هادي، وغادي تركزي على حوايج اخرين باش تحلي المشكل ديال الحبوب بسهوله. ثاني جزء من لا فيديو قلنا غادي نهضروا فيه على شنو نستعملوا للحبوب، شنو هما المنتجات والوصفات اللي نستعملوهم باش نقصوا من الحبوب وتكون عندنا بشره صافيه. اول حاجه بغيت ناكد عليها، الا كانت الحاله ديالك بحال هكا تفرجي في الفيديو باش تستافدي، ولكن سيري عند الطبيب، ما تشري حتى شي حاجه، سيري ديريكت عند الطبيب، حيت احسن حاجه تقدري ديريها لراسك هي تمشي عند الطبيب ديال الجلد مزيان اللي غادي يعرف شنو يعطيك في الحاله ديالك. اي حاجه غادي ديريها من راسك غادي تكون عشوائيه وتقدر تخلي الحاله ديالك كفس.
ثاني حاجه غادي خصكم تعرفوها هي ما كنشريوش المنتجات عشوائيا وما كنخلطوش المنتجات ديال السكين كير عشوائيا. ماشي حيت سمعنا هاد البنت هادي صدق ليها واحد البرودوي وهاد البنت هادي صدق ليها هاد البرودوي راه خاصنا نشريوهم بجوج ونديروهم في الغوتين ديالنا باش تكون البشره ديالنا مزيانه. انت بحال هكا كديري واحد الغلط كبير. الا خلطتي جوج ديال لي برودوي فيهم جوج ديال لي زاكتيف مجهدين، فيهم جوج ديال الاحماض ولا جوج ديال المواد اللي مجهدين، البشره ديالك كتدمريها. لا باغيير ديال لابو، الحاجز ديال البشره كتدمريه. الا تدمر الحاجز ديال البشره كتولي حساسه، البشره كتولي متهيجه وكيزيد يخرج لك حبوب. فبلاص ما تكوني عالجتي الحبوب كتكوني دمرتي البشره ديالك كامله. فملي كنبغيو نشريو شي برودوي كنشريوه من بعد ما كنديروا الابحاث ديالنا ومن بعد ما كنكونوا عارفين هذا المنتج هذا لاش صالح وشنا هما المكونات ديالو، شنا هما لي زاكتيف اللي فيه، ونكونوا حريصين بلي راه ما عندناش دي برودوي اخرين في السكين كير ديالنا اللي غادي يديروا لنا مشكل الا تلاقاو مع هذاك الاكتيف اللي كاين في هذاك المنتج. بزاف ديال البنات ما كيردوش البال لهاد القضيه وكيبقاو هذا لاكتيك اسيد، هذا فيتامين سي، هذا ساليسيليك اسيد، وكيخلطوهم مع بعضياتهم بلا ما يعرفوا باللي راه هاد المنتجات خطر انهم يتخلطوا مع بعضياتهم. ديجا في واحد لا فيديو قلت لكم كل اكتيف ولا كل مكون ولا كل ماده اين مشكل ديال البشره كتحل. باش المره الجايه ما كتهمش لا مارك، كتمشي على حساب جيبك. بالطبع كاينين دي مارك اللي مزيانين، كتمشي على حساب جيبك كتختاري برودوي اللي فيه مكون اللي غادي يعالج البشره ديالك. وغادي نعاود نقولهم لك دابا. هيالورونيك اسيد كيصلح للترطيب والنضاره ديال البشره. فيتامين سي كيصلح للاشراقه ديال البشره، التفتيح ديال البقع. نياسيناميد كيصلح لي بور وكيصلح تكرم حتى لي زامبيرفيكسيون. ساليسيليك اسيد، لاكتيك اسيد وبزاف ديال الاحماض هادو مقشرات كيصلحوا البقع وكيصلحوا اللاكني. الازيليك اسيد والسانتيلا ازياتيكا كيصلحوا التهيجات ديال البشره. الا عندك البشره كتهيج بزاف ولا عندك حبوب حمر بزاف وكيضرك، ازيليك اسيد والسانتيلا ازياتيكا غادي يعاونوا يكالميو هادشي. الريتينول كيصلح للتجاعيد وكيصلح للشباب ديال البشره. ولكن واحد الحاجه اللي بزاف ديال البنات ما عارفينهاش، الريتينول ما كيتخلطش مع الفيتامين سي، الريتينول ما كيتخلطش مع بزاف ديال المكونات، فيتامين سي ما كيتخلطش مع النياسيناميد. هاد لي زاكتيف هادو كاينين حوايج بحال هيالورونيك اسيد وبحال سانتيلا ازياتيكا تقدري تخلطيهم مع بزاف ديال المكونات وما غاديش يكون مشكل. ولكن من الاحسن الا بغيتي تدخلي جوج ديال لي زاكتيف اللي مجهدين بحال مثلا فيتامين سي والريتينول ما ديريهمش مع بعضياتهم. تقدري مع الصباح تغسلي وجهك، ديري فيتامين سي، ديري مرطب، ديري اكرو وتمشي للخدمه ديالك، وفي العشيه ملي تجي تغسلي وجهك وديري الريتينول وديري مرطب وتمشي تنعسي. يعني كتفرقيهم بان واحد ديريه في الروتين ديال الصباح وواحد ديريه في الروتين ديال الليل. وتقدري تختاري مكون واحد تركزي عليه حتى تحلي داك المشكل عاد تدوزي للمشكل اخر. مثلا حتى تسالي من لاكني ومن ساليسيليك اسيد ولا مثلا لاكتيك اسيد عاد دوزي تبداي ديري الريتينول. تقدري ديري بحال هكا. وقد ما قللتي لي برودوي قد ما الروتين ديالك يكون سامبل، كيكون افيكاس، وملي كيخرج لك شي مشكل كتعرفي بالضبط شنو هو البرودوي اللي خرجوا لك. اما ملي كتكوني دايره بزاف ديال المكونات وكتخلطي بزاف ديال لي زاكتيف مع بعضياتهم كتكوني كديري واحد الكارثه كبيره. البشره ديالك كتدمري ليها الحاجز ديالها، كتولي حساسه، كتولي متهيجه، كيولي كيخرجوا فيها الحبوب بزاف وما كتحلي حتى شي مشكل، كتخسري الفلوس وحتى شي حاجه ما كتحل. انا اللي كنصحك ديري روتين سامبل. الصباح غسلي وجهك، ديري شي اكتيف اللي غادي يعاونك في شي مشكل ديال البشره اللي عندك، رطبي وجهك ومن بعد ديري الوقايه ديالك وسيري للخدمه. الوقايه ديال الشمس ضروريه مهمه بزاف، خصوصا الا كنتي كديري شي برودوي اللي خاصك ضروري تحمي وجهك من الشمس. بالليل نفس الحاجه، الا كانوا عندك تهيجات دخلي الازيليك اسيد ودخلي السانتيلا ازياتيكا في الروتين ديالك. تقدري ديريهم بالليل ولا تقدري ديريهم بالصباح، ما كاين حتى شي مشكل. وضروري ضروري ضروري تقراي البرودوي اللي كتشريه. راه كاينين دي برودوي واخا ديري الوقايه الشمسيه ما خاصكش تخرجي بهم في الصباح. بزاف ديال البنات كنشوفهم ما كيردوش البال، كيشريو واحد برودوي كيبقاو يديروه في الروتين ديال الصباح وفي الروتين ديال الليل، الوغ كو هو مكتوب فيه بلي راه خاصك ديريه غير في الروتين ديال الليل. غادي نوريكم دابا الروتين اللي انا كنستخدمه باش تعرفوا شحال سامبل وشحال افيكاس وشحال ما كنصدعش راسي وكيكونوا النتائج اللي زوينين بزاف. اول حاجه الغسول ديال الوجه. ملي كنفيق مع الصباح كنغسل وجهي بالغسول ديال الوجه. هذا ديال سيرافي اونتي امبيرفيكسيون. هاد لا مارك ما بقيتش كنشريها ووقفت على هاد الجين نيطوايون، ما لقيتش شي حاجه اخرى باش نقضي. خديت هذا اونتي امبيرفيكسيون وصدق زوين بزاف. هذا كنغسل به مع الصباح وكنغسل به في العشيه.
من بعد لا كريم ادغاتونط اللي كنديرها في الصباح غير كنغسل وجهي وكندير كريم ادغاتونط هذه ديال دوكري فيها ديال الوجه وديال لو كور، زوينه بزاف كترطب من داكشي رفيع. حتى هي شريتها غير بالصدفه، كنت محتاجه سكين كير وهذاك اللي كاين في المحل بقى كيشكر ليا بزاف، هذه خديتها وكترطب من داكشي رفيع. كنرطب بها وجهي كيبقى مرطب النهار كامل. البنات 150 درهم راه فيها 200 مل، غادي دير لكم بزاف ديال الوقت. ما تبقاوش تقلبوا تشريو هذوك لي كريم ادغاتونط اللي صغار، حيت كريم ادغاتونط راه كريم ادغاتونط. والصراحه الا بغيتوا الراي ديالي، حتى البنات اللي عندهم بشره دهنيه ما تبقاوش تشريو لي كريم ادغاتونط صغار، حيت اغلبيه لي كريم ادغاتونط ديال البشره الدهنيه كيكونوا صغيورين. شري كريم عادي ادغاتونط وبقيت ادغاتي بها وجهك، حسن ليك بزاف. وما كيهمش شحال وجهك ميدم، ما بغيتش نسمع، ما غاديش نرطب وجهي. وجهك ما كيهمش مرطب ما مرطبش، ناشف دهني، رطبي وجهك كل نهار 2 المرات، مره في الصباح ومره في العشيه. من بعد كندير ليكرون، عندي هذه ديال اوسيران ولا اوسورين بيغمنت كنترول، باش بحال هكا الا كانت نايضه ليا شي حبوبه ملي نخرج على الشمس ما تكحلش. هذه هي ليكرون اللي كنديرها، يعني في الصباح الروتين ديالي هو جي نيتوايون كريم ادغاتونط او اكرون. هذا هو البازيك واللي محتاجاه كل دريه. بالنسبه للروتين المسائي كنعاود نغسل وجهي. من بعد ما كنغسل وجهي كندير هاد السيروم هذا ديال ريفوكس سانتيلا ازياتيكا 100%. هاد سانتيلا ازياتيكا علاش كنديرها لوجهي؟ غير كتكالميه، ما كتفتح، ما كدير حتى شي حاجه، غير كتكالمي. الا كان عندك مثلا حبوب ولا شي حاجه متهيجه في البشره ديالك، هاد الماده هذه مزيانه كتكالمي. وهاد السيروم هذا كان غير رخيص. البنات اللي مازال كيقراو، هاد لا مارك هذه راه رخيصه، تقدروا تاخذوا منها، سميتها ريفوكس، راه كاينه في لي بارفومري وفي لي بارافارماسي وعندهم السيت ديالهم. من بعد ما كندير هاد ايفاكلار ديو ام اللي فيها النياسيناميد وزوينه بزاف للحبوب. كنديرها كتعاوني بزاف انني نكرم وجهي. حتى واحد من هاد لي برودوي البنات ما يستحري، كل برودوي منهم غادي خاصك تبقاي متبعاه وتبقاي صابره وتبقاي مديها في النظافه ديال البشره وفي التغذيه وفي بزاف ديال الحوايج، باش من بعد تولي البشره ديالك صافيه. ما كاينش شي بشره كتولي صافيه بحال هكا بانك تابليكي لها شي برودوي واحد يكذب عليكم الكذاب، واخا ما عرفتش شحال يكون غالي. انا جربت بزاف وكنقول لك هاد ايفاكلار ديو زوين، انا كنديرو كنحس بلابو ديالي كتولي رطبه، كيحيد لي بور، كيحيد لي بوان نوار وكيكرم الحبوب، كيعاون بزاف انه يكرمهم. ابخي كنرطب وجهي بهاد الزوينه هذه دوكري، قلت لكم زوينه بزاف. كنرطب وجهي وكنمشي للناس. هذا هو الروتين ديالي، سامبل وافيكاس، ما كنخلطش لي زاكتيف. وملي كنخلطهم وجهي كيولي كله حبوب والبشره ديالي كتولي حساسه. هذه التجربه ديالي وهذا اللي مشى ليا، وكنصحكم انكم ديروا نفس الحاجه. ديروا روتين سامبل وافيكاس وردوا عليا كيفاش غتولي البشره ديالكم. استيوس وحده اخرى اللي استقاس معايا بزاف وبغيت نبارطاجيها معاكم هي البيمبل باتشز. هذوك الدويرات اللي كديريهم على الحبوبه كيعاونوا بزاف انهم يكرموها، وكيعاونوا بزاف البنات اللي فيهم هذيك اللوله ديال انهم خاصهم يطقطق الحبوبه. ملي كديريهم واخا كتقاسي الحبوبه كتلقايها مغطيه، كتبدلي الساعه بأخرى. الا ما كانوش عندك هذوك البيمبل باتشز اللي كندير انا، هو كناخذ سبارادرا، كندير هاد اللي كتكرم، ولا تقدري ديري اي سيروم عندك ديال ساليسيليك اسيد، لاكتيك اسيد، شي حاجه اللي كتكرم الحبوب. ومن بعد كنقطع سبارادرا وكنديرها فوق من الحبوبه. ملي كنفيق مع الصباح كنلقى الحبوبه كرمات ولا بدات كتكرم، على حساب واش حبوبه كبيره ولا صغيره، وكنبقى نعاودها كل ليله. الا ما كانش عندكم هذوك البيمبل باتشز ديروا سبارادرا في بلاصتهم، ولكن ديروا قبل منها شي حاجه اللي غتكرم الحبوب وغطيوهم، ومع الصباح غادي تلاحظوا بلي راه الحبوبه بدات كتكرم. بالنسبه للوصفات الطبيعيه، كاين البنات مكونات اللي خدموا معايا واللي عطاو نتائج زوينين على البشره ديالي، وبزاف ديال الناس جربوهم، بزاف ديال الناس عطاوهم نتائج زوينين. العسل البنات، العسل الحر احسن مطهر للبشره وكيعاون بزاف الحبوب والبقع اللي في البشره. تقدري تخلطيه مع الشوفان مطحون، تقدري تخلطيه مع الكركم مطحون وتكوني متاكده بلي راه اصلي، تكوني طحنتيه على يديك وكتخلطيه مع داك العسل وكتابليكي على وجهك كماسك، كتخليه 30 دقيقه وكتغسليه. كيعاون بزاف البشره، كيفتحها، كينقص من الحبوب، عنده بزاف ديال المنافع اخرين للبشره. الا العسل الحر ما متوفرش عندك ولا جاك غالي على انك ديريه في وجهك، سيري اليوغور طبيعي ولا دانون مسوس وخلطيه يا اما مع الكركم طبيعي مطحون، يا اما مع الرز مطحون، يا اما مع الشوفان، وابليكيه لوجهك حتى هو 20 دقيقه ولا 30 دقيقه ومسحيه. كاين ماسك اخر كندير فيه الحليب باودر والقرعه حمراء، الماء ديالها كتخلطيهم مع بعضياتهم، ما يكونش جاري، يكون عاقد باش يشد لك في وجهك، وكتابليكي على وجهك طبقه ما تكونش غليظه بزاف، كتابليكيه بالتساوي على وجهك، يكون طبقه متوسطه ماشي رقيقه وماشي غليظه، كتخليه ينشف، وملي كينشف كديري ليه بحال هكا
بحال الكوما، وكتركزي على المناطق اللي عندك فيهم جفاف وعندك فيهم قشور. هذاك الحليب كيولي معلك وكيعاونك يحيد لك كاع دوك القشور اللي على وجهك، والوجه ديالك كتولي فيه واحد الاشراقه من وراء هذا الماسك، واحد اللمعه، وكيكون رطب بزاف. جربوا، راه ديجا بارطاجيتو معكم في واحد لا فيديو زوين بزاف. بالنسبه للتونر، ما ورد والماء ديال الروز. تشدي الروز تغسليه مزيان وديريه في شي قرعه، تخوي عليه شويه الماء وكتخليه يطلق، من بعد كتولي تاخدي قطن وكتمسحي به وجهك. نفس الحاجه ما ورد يكون زوين من ماركه زوينه، ولا تكوني موصيه عليه من قلعه مكونه ولا من شي بلاصه اللي كيديروا فيها ما ورد زوين، وتمسحي به وجهك. احسن تونر. ولكن ما ورد ردوا البال ما ديروهش يوميا، لا هو الماء ديال الروز الا كانت البشره ديالكم جافه، حيت يقدر ينشف لكم البشره. وضروري من وراء التونر ترطبوا. ملي كيكون وجهك فيه تهيجات وفيه حبوب اللي متهيج، تفكري بلي راه الماء بارد احسن لك من الماء سخون، حيت الماء بارد كيعاون هذيك الحموريه تكالما وتنقص. الماء سخون الا كان سخون بزاف كيعاون البشره تزيد تهيج، فمن الاحسن تمشي مع الماء بارد اكثر من الماء سخون. الجزء الثالث من لا فيديو غادي يكون على الماكله. الماكله مهمه بزاف وكتلعب دور مهم وكتنعكس على البشره ديالنا. داكشي اللي كناكلوه كيبان في البشره ديالنا. فملي كيبدا يخرج ديك الحبوب، اول حاجه كتطلع عليها هي الماكله ديالك. شنو كليتي مؤخرا، شنو كنتي كتاكلي مؤخرا. وإن فوا تبداي تشوفي الحبوب كيخرج لك في وجهك، حبسي المقليات. اي حاجه مقليه في الزيت، بطاطا، اي حاجه مقليه في الزيت حبسيها. حبسي الفاست فود، الماكله ديال الزنقه ما تبقايش تاكليها. حاجه اخرى غادي خصك تنقصي منها هي السقاطه والسكريات، خصوصا ديك السكريات ديال الليل وديك السقاطه ديال الليل. حبسي منهم، ديري ليهم بوز حتى من بعد تشوفي واش غادي ينقص لك الحبوب ولا لا. المشتقات ديال الحليب، الفخوماج، كاع الحوايج اللي عندهم علاقه بالحليب حبسيهم تا هما وديري منهم بوز. حاولي انك ديري واحد البالانس في الدايت ديالك، ما تحربيش راسك، ولكن ديري بالانس في الدايت ديالك. الا مثلا شفت الدار ديري البطبوط ولا ديري المسمن، نقدر ناكل معاه، ولكن ماشي ضروري نهز العسل ونهز الزبده وندهن. حاولي انك ديري واحد التوازن. كليت واحد الحاجه اللي اوريدي طايبه في الزيت، ما نزيدش فوق منها بالعسل وبالزبده. نحاول نشرب الماء بزاف، نحاول ناكل الخضر بزاف، نحاول ناكل لي فخوي بزاف، نحاول نصايب لي جو ديتوكس بزاف. الخيار، الخيزو، سكينجبير، الباربه، الكرافس، المعدنوس، نخلطهم مع بعضياتهم، نطحنهم، ندير عليهم الليمون، ندير عليهم الحامض ونشربهم. هادشي كيعاون يديتوكسي الجسم ديالك من السموم. وشربي الماء 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 بزاف. ملي كيقول لك شي واحد خاصك تشربي الماء، راه ماشي كيتنص عليك، راه بصح الماء مهم بزاف باش ينقص من السموم ديال الجسم، وهادشي راه كيبان في البشره. البيض حتى هو نقصي منه، اللحوم حتى هما نقصي منهم. حاولي ما امكن ديري واحد البالانس في الدايت ديالك، وكوني متاكده باللي راه غتبداي تشوفي نتائج زوينين. غادي تحبسي لواحد المده، من بعد ثقي بيا هذيك المده اللي حبستي فيها ما غتبقايش باغا ترجعي ديري شي حاجه خايبه، حيت شفتي بزاف ديال المنافع من انك تاكلي ماكله صحيه متوازنه. المود ديالك مزيان، النفسيه ديالك مزيان، شعرك مزيان، البشره ديالك مزيان. ما يمكنش غتضحي بهادشي كامل باش ترجعي تاكلي سقاطه ولا ترجعي تاكلي حاجه خايبه. انت في الاول خديها غا كبوز، ولكن ثقي بيا ملي غتشوفي النتائج هذيك البوز ما عمرك ما غتحبسيها. حاجه اخرى اللي كدير مشكل ديال الحبوب هي الستريس وتخربيق ديال الهرمونات ديالك يكونوا مخربقين. الهرمونات ما كنفهمش فيهم بزاف. ديجا نصحتكم بالبذور، بذور اليقطين، بذور زريعه دوار الشمس ولا نوار الشمس، بذور الكتان، بذور زنجلان. طحنيهم وبقيت تاكليهم مع سلطه فخوي ولا مع اي حاجه عندك في الدار، مع يوغورت، مع الحليب، بقيت تشربيهم. كاين اتاي باعشاب اللي كيصايب الهرمونات، كيحاول يقاد لك الهرمونات. قلبي على شنو هما الاعشاب هادو اللي كيعاونوا يقادوا الهرمونات، وشري اتاي بيهم، بقيت تشربي مثلا مره بالليل، غادي يعاونك انك ترخي وفي نفس الوقت مفيد للهرمونات. بالنسبه للستريس، حاولي الا كانت عندك مثلا خدمه فيها ستريس ولا من القرايه ديالك فيها ستريس، حاولي تبقاي تهرسي. يا اما خرجي تمشي في الطبيعه، يا اما ديري سبور، يا اما شدي واحد الجورنال كتبي فيه كل نهار باش تخوي قلبك وتنقصي من داك الستريس اللي عندك. المهم هو ما تبقايش تخلي داك الستريس يتراكم، حيت المشاكل النفسيه تا هما كينعكسوا على البشره ديالنا. فمهم انك تحافظي على الصحه النفسيه ديالك حتى هي، بانك ديري حوايج اللي غادي يعاونوك تحسي براسك حسن. حاجه اخرى هي التوكيدات الايجابيه، هي تقولي لراسك هضره ايجابيه. تشوفي في المرايه وتقولي لراسك مثلا هضره ايجابيه في الصباح، تشوفي في المرايه وتقولي لراسك هضره ايجابيه في العشيه. كنت كنقرا مؤخرا واحد الكتاب سميتو The Power of the Subconscious Mind، يعني القوه ديال العقل الباطن ديالنا. في هذاك الكتاب الكاتب كان كيشرح بلي العقل الباطن ديالنا عنده القدره يشفي اي مرض عندنا في الجسم ديالنا، وعطى بزاف ديال لي زيكزامبل ديال الناس كانوا عندهم امراض واعرين وقدروا يشفيوهم بانهم
انهم يقولوا لراسهم توكيدات ايجابيه، وانهم يامنوا بلي راهم يقدروا يتشافوا من ديك الحاجه. حاجه اخرى بغيت نسالي بها هاد الفيديو هي المشاكل ديال البشره ولاكني. راه واحد الحاجه اللي طبيعيه، حنا راه ماشي مونيكات، عادي يخرج لينا الحبوب، عادي يوليو عندنا البقع، عادي يكونوا عندنا دي زامبيرفيكسيون. انا دابا في وجهي عندي بزاف ديال البقع، واخا ما كيبانوش ليكم دابا مع الميك اب ومع التصوير، عندي دي زامبيرفيكسيون في وجهي وماشي مشكل. راه ماشي حيت ناض لك الحبوب تبداي تفكري بلي راك انت ما زويناش وتبداي تخباي وما تبقايش ديها في راسك. بقاي ديها في راسك، بقاي تخرجي، بقاي تعيشي حياتك، واخا ينوض لك لاكني، واخا ينوض لك اللي ناض، حيت مع الوقت ثقي بيا هذاك المشكل غادي يتعالج، ولكن العمر ما غاديش يرجع للور. فما عمرك ما تحبسي انك تهلاي في راسك وتعيشي حياتك بسبب مشكل في البشره ديالك. ومره اخرى نعاود نقولها لك، حنا راه بنادم، لي زامبيرفيكسيون حاجه طبيعيه انها تكون فينا. هكا غادي نكونوا وصلنا لنهايه هذا الفيديو. شكرا بزاف على وقتكم، شكرا بزاف على المشاهده. اللي استفادت من الفيديو ما تنساش انها تبارطاجي مع صحاباتها ومع الناس اللي قراب ليها، وكنبغيكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديد.